الفنانة الجميلة زبيدة ثروت قالت في عدد من أعداد مجلة كان اسمها الموعد زمان، عملوا معاها لقاء وقالت حاجة غريبة أوي أول مرة أسمعها عنها. بتقول إن هي بتحكي عن حياتها الشخصية، وقالت إن هي اتجوزت من المنتج صبحي فرحات، وقالت لما اتجوزت من المنتج صبحي فرحات كانت عايزة بقى تتفرغ لحياتها الأسرية، وكانت عايزة تبعد عن الأضواء تماما، أو ما كانتش عارفة توفق ما بين الفن وما بين حياتها الأسرية، فقررت إن هي تبعد عن الأضواء تماما. وفعلا ما كانتش بتعمل أي أعمال في الفترة دي خالص، لغاية ما جوزها قرر إن هو يسافر، كان مضطر يعني لكده. وبناتها لقيتهم إن هم يعني بعد فترة بقى خلاص كبروا وما بقوش محتاجين لها، فحاسة إن هي قاعدة حاسة بفراغ بقى شديد جدًا، إن هي قاعدة لوحديها وكده. فقررت إن هي تشتغل. طب هتشتغل إيه؟ قعدت تفكر، قالت أنا معايا ليسانس حقوقي بقى أشتغل محامية. وبالفعل ما كدبتش خبر، واختارت مكتب محامي أهل الفن لبيب معوض عشان خاطر تتدرب عنده، وبدأت فعلًا تتدرب وكانت بتجتهد جدًا. لكن بعد كام يوم كده قرر معوض إن هو يستبعدها. طب ليه يستبعدها؟ بتقول زبيدة ثروت إن اليوم ده معوض دخل المكتب فلقى زحمة كبيرة، فسأل واحد من العمال كل دول زباين جداد معقولة؟ فراح قال له لأ، كل دول معجبين بمدام زبيدة وعايزين يتصوروا معاها. فمعوض قال لها قومي لم حاجتك يا زبيدة وامشي. فقامت زبيدة ولمت حاجتها ومشيت، وقالت بلاها محاماة وارجع للتمثيل أحسن.